لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو، ولا بلاش نفر هيرو، نقول نفر رامبت، يعني سنة سعيدة. هنتكلم النهاردة عن أكلة كلنا بنحبها، الفتة. على فكرة الفتة وجبة مصرية قديمة جدا جدا جدا، بترجع لأيام كيميت، وطبعا اتطورت مع الوقت. في نص بيرجع للعصر البطلمي، يعني سنة 300 قبل الميلاد تقريبا. لقيناه في معبد الإله سوبك. سوبك ده الإله التمساح. النص بيتكلم عن كاهنة اسمها كا. الكاهنة دي ذبحت خروف بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد، وحشت الخروف بالبرغل والبصل والثوم، وأضافت له باذنجان، وفتتت العيش حواليه. وده أصل كلمة فتة على فكرة، من تفتيت العيش. ووزعت اللحمة على الكهنة بتوع المعبد وعلى كل الناس اللي شاركت في العيد. حتى الفتة اخترعوها أجدادنا، لكن كانت من غير رز. كلمة أصل كل شيء. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.